أيام قليلة ويحل علينا عيد الأضحى المبارك، وبالرغم من ذلك آلاف الأسر لم تستعد للعيد بسبب قلة ذات اليد، بسبب غلاء المعيشة وضعف الأجور، حيث وصل كيلو اللحم من 80 إلى 100 جنيها في بعض المناطق، الأمر الذي جعل الكثيرين يعزفون عن شراء أضحية هذا العام. VTV تجولت في أسواق الأغنام والماعز وتحدثت مع بعض التجار الذين أكدوا أن ارتفاع سعر الأعلاف هو السبب الرئيسي وراء ارتفاع أسعار اللحوم، وإنهم يعانون أيضا من حالة ركود في البيع بالرغم من موسم عيد الأضحى الذي اعتادوا فيه على البيع بكميات كبيرة من الأغنام والماعز. 32 والبقري 27 والجاموسي 23 اللي هي الصاحية. انت كده بتسجل الصبح؟ طب حضرتك الاسعار السنه اللي فاتت السنه دي زياده فرق بينهم؟ اه والله ما جبر صوت 200 جنيه السنة اللي فاتت. يعني مش نسبه غلاء مرتفعه. لا كان ب 30 جنيه السنة اللي فاتت، السنة دي بقى ب 32. طب هل في نسبه اقبال على الشراء ولا لسه دلوقتي مفيش حد باع ولا اشترى ولا خروف واحد. الناس بتحوش بقى للعيد، كل واحد الجزار بيحوش يوم العيد، التاجر بيحوش يوم العيد، وهي بتشتغل مع الناس دي كلها يوم الوقفه وقبل الوقفه بيوم. انا لحد دلوقتي لسه مفيش واحد باع خروف في جمهوريه مصر العربيه لسه. احكي لنا هموم المهنه بتاعتك. المشاكل اللي عندك في مهنتك. المشاكل مفيش جو شراء وجو غالي برضه. المشكله مفيش جو شراء وجو غالي والاكل غالي وكله غالي. وكله فرش شغال عليها 10 طفار. كل اقل واحد بياخد له 1000 جنيه في الشهر. شجره الرده ب 85 جنيه. وشجره الرده غاليه والشيشه غاليه والعلف غالي والاكل كله غالي. الخروف بيتكلف عليك قد ايه؟ الخروف مش حسب، الخروف بيتكلف مصاريف يصرف له كل يوم يجي 30 جنيه ولا 40 جنيه كل يوم. برضه حرام 30 جنيه كل يوم. الأكل يصرف له 100 جنيه كل يوم برضه حرام. طب انت شايف الحل ايه يبقى انت تقدر تلاقي الاعلاف والحاجات دي في متناول يرخصوا لنا الحاجه، يرخصوا لنا العلف. يرخص العلف، ايوه يرخص العلف. العلف هو اللي كل حاجه عليه. العلف لو رخص كل حاجه هترخص. انا شجره الرده ب 85 جنيه. شجره عبد شيشه البلد عندنا بيشكي برضه انا يجي 30 عجل عنده في المزرعه بيقول لك صرف عليهم اكتر من 70000 جنيه. هل هو يلاقي مكسب 70000 جنيه؟ هل لما تبيعهم بيجيب نفس المكسب؟ هو مفيش بقى هنا بقى من غلو الاكل. هي شغلته يعني ما يقدرش يغيرها. كلها شغلته هيلعب في ايه تاني؟ هي شغلته دي خسر كذب، هي شغلته. طب وطول السنه بتبقى شغال على ايه؟ طول السنه شغالين عادي. بنبيع ونشتري بقى هي ونصيبها بقى. زي الاول برضه. يعني اصلا كده يعني دلوقتي الموسم بتاعك بينشط وقت عيد الاضحى. هل بقيت السنه دي تحديدا هل كان في بيع وشراء ولا لا على قدها بقى. السنه دي بالذات على قدها، السنه اللي فاتت كانت حلوه وكان فيها جو وشراء. السبب انا على قدها؟ ما هو ما نعرفش يعني مفيش جو لسه يعني. هل بسبب غلاء الاسعار؟ عشان غلاء الاسعار. الزبون اللي كان بياخد مثلا خروف ب 1000 جنيه النهارده عشان يجي انت مالي وربنا اقل خروف ب 1000 ونص ويرموا له 10 15 كيلو لحم. هنعمل لكم ايه؟ وفي ناس ما معهاش. انت مالي يا طارق؟ هنعمل لكم ايه؟ احنا عايزين نرخص الحاجه. الحاجه لما ترخص احسن. طب ايه المطالب او الحاجات اللي انت طالبها من الحكومه؟ خلينا نخسر العالم. العالم بس يرخص كل حاجه ترخص. ليه يا ماما؟ طب انت شايفه الاسعار السنه دي غاليه ولا رخيصه السنه اللي فاتت؟ غاليه قوي. زي ما هي ما نقصوش حاجه. ما نقصوش حاجه. طب انت بتجيبي اللحمه كم مره في الشهر؟ انا بجيب مرتين نص كيس. يعني كيلو في الشهر؟ كيلو واحد يا امي. طب انت لسه ما جبتيش لحمه العيد؟ لا والله. ربنا يسلمك. الحمد لله. طب ايه اللي انت طالباه من الحكومه عشان؟ طالبه الستر يا بنتي، انا وليا كبيره واي حاجه اي حاجه تناديني احنا دوارة. طب انت عايشه ازاي يا ماما؟ عايشه ازاي؟ عايشه ازاي؟ عايشه باخد 140 معاش. 140 جنيه معاش. عشان تشتري منهم كيلو لحمه احنا اتنين وهي معاها عيال كتير. بس هي دي يعني الامن في المعاش كله خدته. كانوا حاجه بسيطه، كل سنه كانوا بيزيدوا 3 جنيه 4 جنيه. ونحمد الله عايشه على قد. ربنا يخليك. حضرتك اشتريتي اللحمه ولا لسه؟ لحمه العيد ولا لسه؟ لا لسه ما اشتريتش. بس
الاسعار غاليه ولا رخيصه؟ لا هي الاسعار فعلا غاليه، يعني اوقات بتبقى الاسعار شويه نازله كده وبعد كده بص تلاقيها بيستغلوا مش عارفه، ممكن يكون بيستغلوا عشان العيد داخل بقى وكده، الله اعلم بيغلوا علينا. بس لسه ما في قروش واللحمه غاليه والعيشه يعني يعلم بها الا ربنا. انت عندك ولاد قد ايه يا بابا؟ عندي 4 اتجوزوا ولا لسه عايشين معاك؟ متجوزين واثنين لسه. طبعا اكيد بتودي المتجوزين موسم طبعا اللحمه. طب انت هل جبت خروف الاضحيه ولا لسه؟ اجيب منين؟ اضحك على نفسي. اجيب منين؟ طب انت بتضحي كل سنه ولا السنه دي؟ هنجيب ارنب بقى. ارنب. طب انت بتضحي كل سنه يا بابا؟ ان شاء الله. انت كل سنه بتجيب اضحيه ولا السنه دي بس؟ لا كل سنه ما بتجيبش. يا دوبك المية على قد بتشتغل ايه؟ في الجامعه العربيه. موظف الجامعه العربيه. بيودي وسطه ويجيب وسطه. فطبعا لحد دلوقتي ما اشتريتش لحمه العيد. طب انت شايف الاسعار اغلى من السنه اللي فاتت ولا اغلى كتير. اغلى كتير. طب انت بتاكل لحمه كم مره في الشهر؟ من الجمعيه بنجيب كيلو ولا حاجه. من الجمعيه؟ امال يعني. بتجيب كيلو ده في العيد؟ في العيد. بتجيب لحمه الجمعيه؟ بس غير العيد، من العيد للعيد. بتجيب اللحمه من العيد للعيد، مش من السنه للسنه. لا. ولحمه جمعيه. لحمه. ربنا يعينك. اللهم امين يا رب. صنطه.